يا صباح الفوقان على كيفة القهوة في كل مكان. دي قناة نبيذ العرب ومعاكم القهوجي. انا النهارده جاي اعمل ريفيو عن المطحنة الجاستروباك الادفانس او الادفانس بلس. مبدئيا كده الفيديو ده هيبقى على اكتر من جزء. اول حاجة هناخد جزء نظري، هنمسك المطحنة، هنشوف اجزائها، هنشوف الترس، هنعرف شوية معلومات عنها، سرعة الطحن، الوزن، الكلام اللي هو العادي. بعد كده هنبدأ نشوف الطحنات، هي بتجيب كام طحنة وايه الطحنات اللي بتجيبها، والأسئلة الأساسية مثلا زي بتوصل للتركي ولا ما بتوصلش للتركي، لأن ده السؤال اللي بتسأله كتير جدا. زي مثلا مناسبة للباسكت الغير مضغوط ولا لأ، هتوصل للبيكو بريسو والماكينات البروفيشنال ولا مش هتوصل. مرورا بقى هل من تجربتي ليها على مدار 6 شهور هل هي مطحنة كويسة ولا لأ. الفيديو التاني هناخد فيه الأداة دي عملي بمعنى ان احنا هنجربها مع كل الأدوات. هنشوف لو طحنت تركي، هنشوف هتجيب تركي وتعمل تركي ولا لا. هنجربها مع الباسكت المضغوط والباسكت الغير مضغوط، ومع البيكو بريسو، ومع الكاليتا او الفي 60، عشان نشوف كل حاجة. فلو انت مش ناوي تشتري مطحنة فالفيديو ده مش ليك، ولو انت حابب تشتري مطحنة فصدقني هو اساسي انك تقعد وتتفرج على الجزئين الخاصين بالفيديو لو يعني عملناه على جزئين. الحاجة التانية، انا المطحنة دي جبتها من 6 شهور وقلت ان انا هعمل ريفيو قريب، واتأخرت جدا في الريفيو لان بمنتهى البساطة انا ما كنتش عارف هي كويسة ولا مش كويسة. انا بكلمكم بصراحة، يعني انا ما كنتش قادر احدد هل دي مطحنة انا اطلع للناس اقول دي جامدة ولا اطلع للناس اقول دي فيستك. قدرت اجاوب على السؤال ده بعد ما قارنتها بمطحنة يدوي بروفيشنال، وبعد ما قارنتها بالمطحنة الميكاب الإيطالي البروفيشنال. وقريب جدا إن شاء الله هعمل لكم ريفيو عن المطحنة الميكاب الإيطالي، وهعمل لكم مقارنة ما بينها وما بين الجاستروباك، أو ما بينها وما بين المطاحن البروفيشنال اليدوي. خلونا نبدأ دلوقتي ونشوف مكونات المطحنة، ونفتح كده البوكس بتاعها اللي هو أصلا بقاله 6 شهور مفتوح. خليكم معايا. أول سؤال كل الناس هتسأله، هي تصنيعها ايه؟ الجاستروباك صيني، فدي تصنيع صيني. نبدأ كده ناخد الباكج بتاعتها ونفتحها. طب بسم الله كده حاجة. دي شكل المطحنة. فنبدأ نقول أول حاجة إنها مطحنة شيك، يعني بعيدا بقى عن البرفورمانس بتاعها هي شيك جدا، ولما بتتحط في الكوفي كورنر حاجة كده شياكة فوق ما أنت متخيل. الحاجة التانية خفيفة. أنا عمري ما شلت مطحنة كده، يعني الطبيعي ان انت لما بتبقى معاك، يعني انت معاك مطحنه بروفيشنال وانت شايلها انت بتبقى بتعزل شايل كرسي، لكن دي بصوا بايد واحده، بايد الشمال شايلها وخفيفه جدا. بالمناسبه هي الترس فيها مخروطي، تمام، علشان برضو الناس بتسال هل هي الترس فلات ولا مخروطي، لان طبعا المكن البروفيشنال او المطاحن البروفيشنال الترس فيها فلات، لان ده بيخلي التناسق الطحنه اعلى بكتير، لكن هنا لا، الترس مخروطي. هنشوف الاداء بتاعه دلوقتي. خلوني بسرعه كده اخدكم قريب تشوفوها احسن من قريب عشان تبقوا شايفين كل حاجه بعين واضحه اكتر. نخش كده على المطحنه نبدا بيها. بصوا يا جماعه، ده الشكل العام للمطحنه. مطحنه زي ما قلت لكم شيك. الجزء ده معدن وده بلاستيك، هي خليط ما بين المعدن في اجزاء والبلاستيك في اجزاء تانية، تمام. ده هنا الجزء اللي انت بتظبط منه الطحنات، فانت هنا تقدر تظبط طحناتها من اول 2 مرورا لحد 16. كل طحنة انت بتسمع صوت التكة بالمنظر ده. خلونا اقول لكم اول ملاحظة، ان انت لو ما بين طحنة 4 وطحنة 5 عايز تقف في النص ما تقدرش. لو عملت كده الترس اوتوماتيك يا هيرجع 4 يا هيروح 5، فانت لو مزنوق ما بين طحنتين هي مش هتبقى معاك حلوة في الحتة دي. وده الجزء اللي البورتافلتر بيركب فيه، سواء ال51 او ال58. ولو انت معاك بورتافلتر 53 زي السولاك لا هيركب هنا ولا هيركب هنا، فهتضطر تحط ال58 وتمسكه بايديك. هوريكم كل حاجه دلوقتي. انت بتعمل ايه؟ انت بتاخد الباشمهندس ده، هنا في مسمار وهنا في ماجنتيك جوه هو اللي بيركب، بتركب دي في دي كده، خلاص هي بقت جاهزه انها تستقبل. بتحط هنا البورتافلتر يدوس على دي اوتوماتيك،
الطحن هيبدا وهي ما بتشتغلش الا لو الماجنتيك ده متداس عليه. طيب التايمر ده لازمته ايه؟ المطحنه دي فيها ميزه كويسه جدا ان انت تقدر تطحن كميه كبيره من البن من غير بورتافلتر، عن طريق ان انت هتستخدم الجار الازاز ده جار لطيف جدا. هوريكم بتستخدمه ازاي. من هنا كده بتفتحه تلفه، اوكي، بقى في مكان كده جاهز ان هو يركب هنا في المطحنه. هتشيل الجزء ده وهتركب الجار ده هنا مكانه وتضغط تسمع التكه، بس كده بقى جاهز ان هو يقدر يطحن. فانت ممكن تقول له اطحن لي على درجه 8 مثلا لمده 30 دقيقه، 30 ثانيه، 40 ثانيه، 50 ثانيه. هو اوتوماتيك بعد ما المده بتخلص بيبطل او بيوقف طحن اوتوماتيك. الهوبر بتاعها ده بيشيل 500 جرام، نص كيلو قهوه. الماتيريال بتاعته قويه ولطيف. هنا في لوك بيفتح ويقفل علشان تقدر ان انت تركبه، وهي مش هتشتغل الا لو اللوك مقفول عشان ما يحصلش اي تطاير للبن. تعالوا اوريكم شكل الترس الاول من جوه وبعدين نجرب نركب الهوبر ده. الترس بتاعها ترس معدن. انا مش متخصص فما اقدرش اقول نوع المعدن ايه، بس هو قوي يعني، بقاله معايا 6 شهور كويس جدا. بنقدر نلفه كده وتشده لفوق. خلاص كده ده الترس. ترس زي ما قلت لكم مخروطي، يعني من تحت الجزء ده بيركب عليه من فوق الجزء ده، وكل ما يقرب او يبعد الترسين عن بعض كل ما يقرب درجة الطحن بتبقى انعم، وكل ما يبعدوا عن بعض درجة الطحن بتبقى اخشن. بعد كده بتركب الترس بتلوك. خلاص كده الترس جاهز ان هو يركب. بعد كده بتاخد الهوبر تركبه في مكانه، وكل اللي انت بتعمله ان انت تلوك كده تقفل الهوبر. ده جزء بلاستيك بيتشال وبيتحط علشان لما تيجي تطحن ويقع منك بواقي طحن تنزل هنا ويبقى سهل التنظيف، ما تبقاش محتاج انك تشيل المطحنه كلها عشان تنظف. دي فرشه عشان تقدر تنظف المطحنه من جوه ومن بره. وكده خلاص الماشين بقت جاهزه للاستخدام. خلونا نبدأ دلوقتي بقى نجرب نعمل بيها الطحنات، اكتر من طحنة، ونشوف شكل الطحنات دي هيبقى عامل ازاي. صديقي الكيف، صديقتي الكيفة، يلا بينا نبدأ كده وهنعمل كام طحنة ونجرب نشوف تناسق الطحنات وشكلها عامل ازاي. هنستخدم ايه؟ هنستخدم قهوة من نبريسو اروما ايجوستو. اول تجربة احنا هنبدأ من الخشن للأنعم. فحطينا اول حبة قهوة. هنعمل اخشن حاجة، فهنروح للطحنة رقم 16. تحط هنا كده، بصوا هو خلاص ثابت اهو. تعمل كده. الملاحظة رقم 1، دي مش صوت مطحنة، دي صوت غسالة. فلو انت بتفكر تعمل شوت اسبريسو وهم نايمين الصبح انصحك بلاش، لان البيت كله هيصحى وصدقني يا صديقي انت هتزعل. تاني نقطة بالنسبة للتطاير، في تطاير موجود مع الطحنات الخشنة زي ما انتم شايفين اهو، وسخ الدنيا هنا. فبخاخة مية لطيفة ظريفة كده وتبخ علشان دايما التطاير ده الاستاتكس يعني بتاعت الحبوب ما تتطيرش. طبعا المطحنة الصايعة بتبان من درجة تناسق الطحنات الخشنة اكتر كمان من الناعمة. ليه؟ لان الخشن هو اللي صعب ان انت تظبطه. الناعم انت لو الترسين قربوا من بعض والمطحنه قويه خلاص الطحنه اتعملت. لكن الخشن زي ما انتم شايفين هنا كده في فرق كبير في التناسق ما بين الحبوب وبعضها. فلو انت قررت انك تعمل كولد برو مثلا بالدرجه الخشنه جدا دي، اللي هيحصل معاك ايه؟ اللي هيحصل معاك ان الكولد برو هيبقى مر، لان الفاين جرايند اللي موجود او الطحنات الفاين قوي او الناعمه قوي اللي هتبقى موجوده هتعمل استخلاص مر في الطحنه دي. فبالنسبه لي اخشن طحنه مش لطيفه. خلينا ناخد الطحنه اللي بعدها. هنطلع مثلا 3 درجات او 4 درجات عشان نشوف معظم الطحنات. الملاحظه الثانيه، واضح ان هي مطحنه سريعه. بصوا يا حلويات، واضح كده ان كل ما هننعم كل ما التناسق هيزيد شويه بشويه. بس برضو من ملمس ايدي وانا ماسك الطحنات انا حاسس بالحتت الاكبر من حتت في جزء كبير من الطحنه.
مش زي الدرجه 16 اللي هي اكتر درجه كانت خشنه، بس لحد دلوقتي لسه مش حاسس بالتناسق اللي المفروض يكون موجود. وزي ما انتم شايفين الفاين اللي انا بتكلم عليه موجود منه كتير مش قليل. نطلع كمان 3 درجات. مبدئيا الدرجه دي درجه لطيفه جدا، حلوه جدا. دي درجه الباسكت المضغوط والموكا بوت، يعني الاسبريسو عامه، بس مش غير مضغوط. يعني الدرجه اللي هي ايه، ناعمه بس في جرشه. بس طبعا انا دلوقتي ما بقتش قادر احس ان في تناسق قليل. يعني بدات احس ان التناسق بدا يعلى، وده منطقي عشان الترسين بداوا يقربوا من بعض. الجدير بالذكر يا جماعه ان هي مش بتسخن قوي القهوه، ولو ان احنا حاطين كميه قليله قوي ما نقدرش نحكم على السخونيه. خلينا نحكم على السخونيه لما نجرب الاوبشن ده، اللي هو ان احنا نحط الجار ونجرب نخليه يعمل 50 ثانيه ونشوف هيعمل ايه. هنبدا بقى ننعم اكتر، نطلع كمان درجتين مثلا. طب انا حابب اقول ملاحظه هنا بالنسبه للطحن. طبعا الطحن بيبطأ كل ما الدرجه بتنعم اكتر، ومع كده مفيش تطاير كبير زي الاول. دي زي ما قلت لكم درجه باسكت غير مضغوط لمكن مش بروفيشنال زي مثلا التورنيدو والساتشي والنون والكلام اللي احنا بنقص الباسكت ونجيب له باسكت غير مضغوط. بتبقى هي دي الدرجه. في عدم تناسق انا حاسس بيه، بس مش كبير عشان ما بقاش ظالم. يعني لا، يعني هي هتشتغل معاك وهتقول اوكي، بس لو انت كتمت منك وجيت تنعم او تخشن درجه مش هتعرف، ولو نزلت منك سريعه وجيت تنعم درجه مش هتعرف، لان مفيش درجه ما بين الاربعه والخمسه، هو يا 4 يا 5. ودي مشكلتي الاساسيه مع الماشين دي. تروح لدرجه تنزل لك اسبريسو سريع، تروح للدرجه اللي بعدها تنزله بطيء، وده هنشوفه في الجزء الثاني في الحلقه. وخليني اقول لك ان ده مش مع كل انواع القهوه. ناخد بقى درجه ناعمه قوي ونشوف هترضى تجيب ولا لا. وهننعم الدرجه، هنروح ناحيه 1 اللي هي خلاص الترس كده، الاثنين لزقوا في بعض جابوا اخرهم، ونشوف شكل الطحنه هتبقى عامله ازاي. يلا نبدا. بصوا، هو انا كل ده مستني لان هي بطيئه شويه في الطحنه دي، عماله كل شويه تنزل حبه. لا يا جماعه، ده مش تركي، ده برضو باسكت غير مضغوط، ناعم قوي. في حتت شويه الى حد ما بسيطه فيها انا حاسس بيها في صوابعي. ثواني انا اجرب بالايد التانية احسن يكون كل ده لازق من المرات اللي فاتت. لا، في كسر شويه باين، يعني حاجات بسيطه. لو انت الماشين بتاعتك بروفيشنال يعني بتستخدم روكت او فلير 58 او الحاجات اللي هي الباسكت بتاعها صعب قوي، ما اظنش ان هي هتجيب معاك الحاجات دي. بس لو انت معاك مكن مضغوط او غير مضغوط، بس انت يعني اللي محوله زي مرورا بقى بالسولاك والتورنيدو ونون والكلام ده كله، لا هتشتغل معاك، مش هتقول لا. خلونا نبدا كده اوريكم بسرعه شكل الطحانات كلها وهي محطوطه جنب بعضها عشان تبداوا تشوفوا الفرق ما بينهم ودرجات المطحنه كامله شكلها عامل ازاي. اظن مفيش اوضح من كده. ادي شكل اخشن درجه هي بتجيبها، وادي عدم التناسق الواضح اللي انا بقول لكم عليه. بصوا مرورا بالدرجه اللي نطينا حوالي 4 درجات زي ما انتم شفتوا في الفيديو، في فرق اهو، دي اخشن ودي انعم، وهنا بصوا في حتت كبيره وحتت صغيره. خش بقى على اللي بعدها، ودي الانعم درجه اهي. بصوا دي اخشن، دي انعم، وما زال هناك بعض القطع الكبيرة كما ترى صديقي الكيف. دي بقى الدرجة الناعمة اللي قبل الأخيرة. طبعا هي أنعم كتير من دي. يعني بصوا دي، بص 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 بص، رحت شايف النعومة دي بقى الباسكت الغير مضغوط اللي بتجيب معاك الكريمة الايه اللولبية. مش باين هنا بقى ان في عدم تناسق كبير، لا مش باين، لان مش هيتحس غير لما تجرب في المكنه او تمسكها بايديك. دي بقى انعم درجه خالص،
بصوا هي كان فاضل لها درجتين كده وتوصل للتركي، فهي ما حصلتش التركي، ودي بتسد المكن في الباسكت الغير مضغوط اللي مش احترافي. شايف هنا اهو، وده الانعم. نبدأ تجربتنا الأخيرة في الطحن معاها. دخل دي كده، دوس عليها لجوه يا معلم، ونعمل التايمر على 50. هنا انت مش محتاج تعمل اي حاجه، انت محتاج بس تدوس على الزرار ده، وده من المزايا الحلوه قوي اللي حتى ما لقيتهاش في مكان كبير وغالي. تعالوا نشوف المنظر. بصوا يا جماعه، طحنت، مفيش حاجه وقعت، عشان كده انا نضفت قبل ما ابدا، مفيش اي حاجه وقعت، فهي سريعه ونظيفه، وانا بحب الميزتين دول. وده حلو قوي ان انت ممكن تقفله كده وتحفظ فيه القهوه، خلاص ما بيخشش فيه هواء. افتحه كده، شو ادي اهو القهوه اتطحنت. نحط صباعنا، القهوه مش سخنه قوي، فنقدر نقول ان دي برضو ميزه لطيفه انها مش بتسخن القهوه قوي. ما كناش عاملين درجه ناعمه قوي، بس برضو ارجع واقول مش بتسخن القهوه قوي. والميزه دي بالنسبه لي ميزه جميله جدا جدا. لو انت شاري المطحنه دي علشان موكا بوت او باسكت مضغوط، صدقني هتبقى عمليه معاك جدا. انت هتطحن بسرعه، صوتها عالي شويه، مفيش تناسق 100% زي المكن البروفيشنال، بس خلينا نقول المكنه البروفيشنال ب 25 وب 30 الف جنيه. المكنه دي انا ما اقدرش اقول سعرها كام دلوقتي، انا مش عارف بصراحه، بس انا لما جبتها كانت ب 3800، شويه بقت ب 4200، شويه بقت ب5 تقريبا، انا مش عارف هي واصله لكام، بس برضو في جاب كبير جدا في السعر ما بينها وما بين المكنه البروفيشنال. فانت لو بتجيبها، هي قيمه مقابل سعر، بالنسبه لي هي مكنه لطيفه جدا وظريفه. لو انت عندك مكنه بروفيشنال، مكنه قهوه بروفيشنال، ما تشتريش الجاسترو باك. لو انت هتستخدم موكا بوت او مكن اسبريسو مضغوط او غير مضغوط انت اللي معدله، اشتري الجاسترو باك. لاحظ كمان ان حته عدم تناسق الطحنات اللي احنا كنا بنتكلم عليها زي كده مثلا، انت ممكن تتغلب على الموضوع ده بطرق تانية، زي مثلا ان انت تلعب في الكبس، تلعب في الكمية اللي انت بتحطها في الباسكت. الحاجات دي برضو بتأثر شوية في الاستخلاص، الموضوع مش كله طحن. الى هنا انتهى الجزء الاول من حلقة النهاردة. بكرة ان شاء الله هنطلع في حلقة تانية هنجرب نعمل بيها زي ما قلنا كل الطحنات عملي على التولز الخاصة بالقهوة. كنت مبسوط قوي معاكم، مستنيكم اشوف التعليقات بتاعتكم سواء على الفيسبوك او الانستجرام او التيك توك باسم بالعربي نبيذ العرب مع القهوجي. شكرا ليكم وسلام عليكم.